لما يبقى الجو حر وعندك كيس لحمه لازم تعمليه. هاتي بقى حته اللحمه واصدميها في طاسه مع معلقه سمنه كبيره، تاخد كده تشويحه حلوه من كل ناحيه، مسامها تقفل وحته اللحمه تبقى طريه من جوه. ده انت هتدعي لي على الطريقه دي ومش هتبطلي تعمليه. حطيت بقى ميه مغليه كده، وبعدين هنزل عليها فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، ومعلقه سكر، وهغطي عليها واسيبها نص ساعه كده على نار وسط. يعني اللحمه خدت بالظبط كده نص تسويه. بعدين هنزل بالبصل، ده بصل قوارمه، وهنزل ببطاطس مكعبات، معايا بقى طماطميه كده شرايح مع قرن فلفل احمر. احط عليهم معلقه كمون، معلقه كزبره، ورشه فلفل اسود اخيره. وهي دي التوابل اللي بتحتاجها، وحاجه كده خطيره. هحط الملح بقى واقلب كله على النار، هديها غلوه واحده بس على النار، ده طبعا لاني مستعجله ومش عايزاها تقعد وقت كبير في الفرن. بصوا هي غلت غلوه واحده. بعدين جهزت الطاجن بتاعي، طاجن الهمر الصعيدي، وهنزل بيه بقى. شوفي انا مخليه سوائل عشان ادي فرصه للبطاطس والبصل واللحمه تكمل تسويتها. هغطيها بورق الفويل وهدخلها الفرن على طول. هعمل رغيف عيش اسمر سريع كده، معلقه صغيره من الخميره، معلقه سكر، كوبايه من دي الحبه الكامله، هحط رشه ملح وشويه زيت، وهسيبه يخمر كده، والطاجن في الفرن من تحت يخمر على السخونيه. بصوا بقى الطاجن، الله فظيع يا جماعه، مفيش نص ساعه وكان بالحلاوه دي. بحط بقى لقمه العيش اخر بقى حاجه طبعا، يعني بحطه لما البطاطس واللحمه يستووا لانه مش هياخد 10 دقايق. بصوا بقى طبعا ولا هيقب ولا حاجه زي الدقيق الابيض، لان ده اصلا ملوش عرق، فصعب ان هو اصلا يبقى متماسك فوق الطاجن. بس حطيته كده زي انتوا عارفين اكله المطازيز السعوديه، بيحطوا العيش الاسمر كده في قلب الطبخه، فيعني عايزه اقول لك تحفه. فبقيت اغمس منه بالبطاطس، كان خطير. الرغيف طبعا ما خدش سوى 10 دقايق في الفرن. ايه الجمال ده، اسرع والذ اكله. عايزه اقول لكم كل حاجه دايبه دوبان. جربوها بطريقتي وادعوا لي.